حطم أبنائك بعدم الاهتمام بصحتهم الجسدية. رسالة جاتلي من أم الولد وبنت مراهقين بتنبهنا لحاجة في منتهى الأهمية، الاهتمام بصحة ولادنا الجسدية. بتقول أنا اتربيت إن الأكل شيء أساسي في بيتنا، أنا وزني مليان، أمي ربتني إن الأكل ده هو أهم حاجة، وإن من علامات الصحة إن وشي وجسمي يبقوا مليانين. وتعرفت على جوزي وبيتهم كمان متربي على نفس الفكرة، بيحب الأكل جدا وبرضه وزنه زايد. بيقولوا عليا طبيخي حلو قوي، وخليت ولادي كمان يحبوا الأكل، وبقينا كلنا كعيلة أنا وجوزي وولادي بنستمتع جدا بحب الأكل، سواء في البيت أو حتى بتجربة المطاعم الجديدة. فموضوع حب الأكل ده حاجة أساسية عندنا في البيت. أكلنا في البيت أغلبه مقليات، بطاطس، فراخ بانيه، والمكرونات بقى والمحاشي ما أقولكيش. واحنا مش بيت رياضي، ولا انا ولا جوزي ولا العيال بنحب الرياضه. كل همنا ان الولاد يطلعوا كويسين في المذاكره، واحنا اهو ناجحين في شغلنا الحمد لله. وموضوع الوزن الزياده ده يعني ما كانش مأثر علينا قوي، فما كناش حاسين بمشكله. الدنيا كانت تمام لحد ما حصلت مشكله قلبت حياتنا رأسا على عقب. اللي حصل ان جوزي تعب جدا بسبب السمنة وعمل عملية قلب غيرت حياتنا كلها، وانا بقيت مرعوبة عليه وعلى نفسي وعلى ولادي بقى صعب جدا يلتزموا بدايت عشان بيحبوا الاكل وبيستمتعوا بيه. بس انا من ساعة عملية جوزي وانا خايفة قوي ازاي اقدر اصلح غلطتي واهتم بصحة ولادي. ليه بعض الأسر مش بتهتم بالصحة الجسدية لأولادهم؟ أول سبب المتعة من الأكل، الاستمتاع بالأكل. بعض الناس بتحب تتبسط وتبسط اللي حواليها بالأكل، وبيبقى مسيطر عليهم إن الوش المليان أو الوزن الزايد ده دي حاجة كويسة، ده عز، دي صحة. وتاني سبب اختيار الطريق الأسهل، لأن الأكل اللي مش صحي ممكن يكون طعمه أحلى. سوري يعني الأنتخة على الكنبة ولا على السرير أسهل من إني أنزل وأتعب وأبذل مجهود وألعب رياضة. فبعض الأهالي بيفضلوا الطريق اللي شكله سهل أو شكله أحلى على الطريق الأهم والمفيد. ايه هي التبعات السلبية اللي بتحصل لولادنا لما ما نهتمش بصحتهم؟ اول حاجة المشاكل الصحية. ما انا لما ربي ولادي على اكل كله مقليات ونشويات، وما ازرعش جواهم حب الرياضة ولا حتى النشاط والحركة العاديين، وما اهتمش اني اعمل لهم التحليلات الدورية والفيتامينات الاساسية، ممكن يبقى عندهم بعد الشر مثلا نقص في فيتامينات مهمة، او يبقى عندهم مشكلة صحية ما نكتشفهاش من بدري غير لا قدر الله لما تكبر وتتفاقم ويعانوا منها. تاني حاجة الضغط العصبي الشديد. اهمال الصحة الجسدية لولادنا يا جماعة، واحيانا الانيميا مثلا او نقص بعض الفيتامينات الاساسية في اجسام ولادنا، او اي مشاكل صحية بتزود الضغط العصبي على ولادنا جدا، بالذات كمان لما الموضوع ده يكون حوالين مرحلة البلوغ اللي هي اصلا بيكون فيها تغيرات فسيولوجية بعضها بيكون مؤلم. فكل الحاجات دي مع بعض في نفس الوقت ممكن تخلي ولادنا متضايقين ومضغوطين عصبيا ومتنرفزين، بيردوا علينا وحش او على طول متعصبين او مكسورين وزعلانين واحنا مش عارفين مالهم. ممكن ساعتها ما نعملش الربط ده ان جسمهم اللي مش صحي ده مش مساعدهم انهم يتحملوا الضغوطات اللي عليهم. طب اعمل ايه؟ ازاي ما حطمش ولادي وازاي اهتم بصحتهم الجسدية؟ هقول لحضرتك 3 حاجات. اول حاجة الحركة. منظمة الصحة العالمية بتقول ان الاطفال والشباب محتاجين يمارسوا على الاقل 60 دقيقة يوميا نشاط بدني معتدل الى كثيف، ساعة يوميا في المتوسط، وانهم كمان يعملوا 3 ايام في الاسبوع تمارين تقوي عضلاتهم، وانهم لازم يقللوا من وقت قلة الحركة، بالذات الوقت اللي قاعدين فيه على الموبايل او الشاشات. فاحنا لازم ندخل النشاط شوية في حياتنا، وده بطريقتين. طريقة مباشرة زي اننا نتمرن نلعب رياضة، جيم بقى، سباحة، كورة، اي حاجة الولاد بيحبوها قدر المستطاع طبعا. والحاجة التانية المهمة جدا واللي كلنا نقدر نعملها اننا نزود النشاط في حياتنا اصلا. فمثلا لو في مشوار اقدر اروحه مشي بدل لما اركب العربية ولا المواصلات. لو ما عنديش اصابة في ركبتي اطلع السلم بدل ما اطلع في الاسانسير. اعمل الارم منبه على
الموبايل اني كل شويه اقوم اتحرك كده في البيت واحرك عضلاتي، اعمل ستريتشنج كده كل شويه افرد عضلات جسمي بدل لما هي قاعده ومتيبسه. دخول النشاط الحركي بشكل غير مباشر ده بيفرق جدا في حركتنا وفي قوتنا وفي صحتنا العامه. تاني حاجه التحليلات الاساسيه بشكل دوري، الفيتامينات الاساسيه وصوره الدم والحاجات اللي بيطلبها الدكاتره مننا اعملها بشكل دوري عشان اطمن ان ولادي ما عندهمش انيميا ولا في فيتامين مهم واساسي في حياتهم ويكون ناقص عندهم بشده. وتالت حاجه الاكل، اهتمي بالاكل الصحي في بيتك، خلي الاكل بره بحساب مش على طول، واختاري حاجات احسن، قللي شوية من النشويات، زودي الخضار، وأرجوكي بلاش اختبار الإرادة ده بتاع إن التلاجة تبقى مليانة شوكولاتات وحاجات حلوة وترجعي تقولي هما المفروض يسيبوها وياكلوا الحاجات الصحية. طبعا ده مش هيحصل. انتي تساعديهم، احنا مش في وقت اختبار إرادة دلوقتي، انتي ساعديهم بانك تخلي الاختيارات اللي قدامهم صحية على قد ما تقدري، مش حاجات مليانة مواد حافظة ودهون ونشويات وسكر يضرهم ويقلل مناعتهم. وربنا يعلمنا كل حاجة حلوة فيها خير لولادنا يا رب. سلام عليكم.